السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أول فيديو هنتعلم فيه إزاي نثبت دارت أو فلاتر. بس في الحقيقة إحنا هنثبت فلاتر بس مش محتاجين إن إحنا نثبت دارت. طيب ليه إحنا مش محتاجين نثبت دارت؟ لأن في الحقيقة دارت مش بتدعم فيما بعد إنك تستخدم فلاتر وتبدأ تعمل موبايل أبلكيشن. فإحنا بنسطب فلاتر على طول بحيث إن أنت فيما بعد لما تيجي للمستقبل بعد ما تخلص الدارت وحبيت تبدأ في فلاتر ما تحتاجش إنك تقعد تثبت أكتر من اس دي كي. إحنا هنثبت فلاتر على طول. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا ندخل على اي متصفح عندنا، نعمل سيرش على حاجه اسمها فلاتر اس دي كي، وهندوس على جيت ستارتد. هنا هنختار نظام التشغيل بتاعنا ويندوز او ماك او لينكس، طبعا احنا ويندوز فهنختار ويندوز. وهننزل تحت شويه كده هنلاقي مكتوب كلمه انستول فلاتر مانيولي، تمام. هندوس عليها. هننزل تحت شويه هنلاقي عندنا الملف ده هنحمله. يبدأ تحميل معانا بالشكل ده، طبعا انا مسطبه. تاني حاجة محتاجين ننزلها هي ال VS كود، الفيجوال ستوديو كود. هنا برضو هنختار نظام التشغيل، احنا ويندوز هندوس عليه. هيبدأ يحمل معانا على طول بالشكل ده. طبعا انا برضو محمله مجهزه. تالت حاجة محتاجينها هي الاندرويد ستوديو. ندوس على داونلود اندرويد ستوديو. هننزل تحت شوية في الصفحة دي، هنعمل اكسبت، هندوس داونلود. هيبدأ يحمل معانا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده انا برضو محمله مجهزه، تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ نفتح قائمة ستارت ونكتب سي ام دي وهنكتب فلاتر، انتر. هنا الجهاز مش متعرف على فلاتر، تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف الفلاتر اس دي كي اللي احنا سطبناه عندنا على الجهاز. هننزل على الملفات اللي احنا حملناها. هنلاقي عندنا ملف الفلاتر اس دي كي. هنعمل له اكستراكت او فك ضغط. هندخل على الملف بتاع فلاتر، تمام. هنلاقي عندنا اكتر من ملف. فاحنا هنرجع تاني كده على الملف بتاع فلاتر اللي احنا فكينا الضغط عنه، هناخده كوبي وهنروح على فولدر السي وهنعمل ملف جديد. هنسميه اي حاجه نحط فيه الفلاتر بتاعنا. انا مثلا هسميه الاس ار سي، تمام. هنخش عليه ونعمل بيست للفلاتر اس دي كي. هنا بعد ما خلصنا نقل فلاتر هندخل على المجلد بتاع فلاتر. هنلاقي عندنا فولدر اسمه بي اي ان. ندوس عليه وهنحدد المسار بتاعه وناخده كوبي، تمام. هنفتح قائمة ستارت وهنكتب environment. هنفتح ال edit system environment. هندوس على environment variables. وهنلاقي هنا عندنا حاجة اسمها الباث. هندوس عليها وبعد كده ندوس على edit، هندوس new ونعمل بيست الملف أو المسار اللي احنا أخدناه. ندوس اوكي اوكي اوكي. هنا لو فتحنا قائمة ستارت تاني وفتحنا السي ام دي كتبنا فلاتر، ندوس انتر، هنلاقي الجهاز عندنا بدأ يتعرف على الفلاتر اس دي كي، تمام. عشان نعرف فلاتر طالب ايه تاني ممكن نخش على الموقع الرسمي بتاع فلاتر او ان احنا في السي ام دي هنا نكتب فلاتر مسافة دكتور. هنلاقي هنا طالب مننا حاجات احنا سطبناها وفي حاجات لسه ما سطبناهاش،
زي الاندرويد ستوديو والفيجوال ستوديو كود. خلينا مع بعض نبدأ نسطب في الفي اس كود. هنعمل هنا accept next next next، ونختار هنا create a desktop icon، ندوس next. بعد كده install. هيبدأ يسطب معانا في الابليكيشن. بعد كده ندوس على finish. هيفتح معانا الفي اس كود بالشكل ده. هنروح على حاجة اسمها الاكستنشن، الأيقونة بتاعتها دي، هندوس عليها ونعمل سيرش على فلاتر، وهنعمل انستول لفلاتر. هندوس هنا تراست. كده هخلص انستول للفلاتر. ولو ملاحظين مكتوب تحت فلاتر مكتوب بالدارت كود، يعني هو ده يعمل الدارت كود اللي هي اللغة الأساسية للفلاتر. بعد كده بنقفل الفي اس كود وهنروح نثبت الاندرويد ستوديو. هندوس يس، ندوس نيكست 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 وانستول. هيبدأ يسطب برضو معانا. هنا خلص عملية الانستول، هندوس على كلمة نيكست وفينش. الابلكيشن هيبدأ يفتح معانا اوتوماتيك. هتظهر لنا الرسالة دي، هندوس على دونت سند. هيفتح معانا بالشكل ده، هندوس على نيكست. هنا هنخليها ستاندرد زي ما هي، ندوس نيكست. هنا طالب مننا ان هو يحمل شوية حاجات، ندوس برضو نيكست ونعمل اكسبت هنا، وندوس نيكست عشان يبدأ يحمل معانا. عملية التحميل هتاخد وقت شوية، ممكن حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، لأن حجم الداونلود هنا الظاهر 420، ده ملف واحد. في ملف تاني حوالي 2 جيجا. العملية ممكن تاخد مننا 10 دقايق أو ربع ساعة حسب سرعة الإنترنت. تمام. كده بعد ما نخلص تحميل تمام هندوس على فينيش. هيفتح معانا الابلكيشن بالواجهة دي. تمام. ركز بقى معايا في الخطوات اللي جاية دي عشان هي مهمة جدا. لو ما عملتش أي خطوة أو عملتها بشكل غلط ممكن يحصل مشكلة معاك. تمام. أول حاجة من على الشمال كده هنختار البلوجنز ونعمل انستول للفلاتر. تمام. كده خلص عملية الانستول بتاعته. هندوس على مور اكشن وهنختار ال SDK مانجر. تمام. هنيجي هنا على ال SDK تولز هنختار الحاجات دي. تمام. الحاجات اللي انا هختارها دي لازم تختاروها عندكم. هنختار اول حاجة ال NDK السايد باي سايد، وهنختار ال CMake. تمام. وهنختار الاندرويد اوتو اي بي اي سيميليتور، واللي تحتها الاندرويد اوتو ديسكتوب. تمام. ننزل تحت شوية هنختار الجوجل يو اس بي درايفر. بعد كده ندوس على كلمة اوكي. اوكي. هنعمل هنا اكسبت وندوس على نيكست. هيبدأ يحمل معانا برضو الملفات اللي احنا اخترناها. وهنا بعد ما نخلص عملية الداونلود هندوس على فينيش.
خلينا بس نتأكد ان احنا سطبنا كل حاجة بشكل مظبوط. هنا احنا نسينا الاندرويد الاس دي كي كوماند لاين تولز، لازم نعلم عليها ونحملها هي كمان. هندوس على اوكي. اوكي، وهنسيبه يحمل الملف اللي احنا نسيناه، وهنضغط على فينيش. كده كل حاجة تمام. كده احنا خلصنا التسطيب بتاع الاندرويد ستوديو. هنتأكد برضو من السي ام دي. هنشوف فلاتر محتاج ايه، هنكتب فلاتر دكتور. تمام، كده كل حاجة عندنا يعتبر مظبوطة. الاندرويد ستوديو، الفي اس كود، وعندنا هنا فاضل حاجة اللي هي لايسنس. محتاجين ان احنا ناخد السطر ده، فلاتر دكتور لايسنس، ناخده كوبي، كنترول سي، وهنكتبه في السطر تحت هنا، ندوس انتر. هنا بيقول لنا حابب تعمل داونلود للاس دي كي، فهنا كاتب لنا واي اور نو، يس اور نو. تمام، هنضغط واي وندوس انتر. واي انتر، كل اللي جاي هندوس واي يس وندوس انتر. تمام، يس يس يس، لحد ما يظهر لنا all SDK package license accepted. تمام، كده احنا خلاص خلصنا التسطيب بشكل كامل. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنبدا ان احنا نعمل اول مشروع لينا، ونكتب كود برمجي باستخدام لغه دارت اللي هي اساس لغه فلاتر. ما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب واللايك بتاعكم. اشوفكم في الفيديوهات الجايه.